الكسل عدو النجاح الأول ومحطم آمال وطموحات ناس كتير. المتخصصين بيصنفوا المراحل المتقدمة منه على إنها مرض نفسي، والإحصائيات بتقول إن الشخص الكسول بيقضي تقريبا 9 سنين من عمره في ممارسة اللا شيء بسبب الكسل. دلوقتي في 5 خطوات هنقولك إزاي تتخلص من الكسل وتتجنبه لبقية حياتك. ورط نفسك بالظبط كده زي ما سمعت. ابدأ بأول خطوة بس من غير تفكير. فمثلا لو عايز تذاكر 10 صفحات ابدأ حالا ذاكر أول صفحة بس. تفكيرك في إنك عايز تخلص 10 صفحات كلهم هيخليك كسلان ومش عايز تبدأ، لكن لما تلاقي نفسك بدأت فعلا وأنجزت جزء صغير هتحس إن خلاص بقى واجب عليك إنجاز بقية العمل. كافئ نفسك في نهاية كل يوم، ما تتكسلش فيه. انزل اشتري حاجة بتحبها أو اعمل بنفسك أكلة لذيذة، أو خصص وقت في نهاية اليوم لمشاهدة فيلم مع الأصدقاء مثلا. الموضوع ده هيبقى حافز ليك في بداية كل يوم، وهيحفزك أكتر في نهاية الأيام اللي ممكن تتكاسل فيها لما ما تكافئش نفسك. خد أوقات قصيرة للراحة بشكل متكرر في يومك. فعلى سبيل المثال بعد كل ساعة من العمل خد راحة 5 دقايق بس. علميا فواصل الراحة دي رغم كونها قصيرة جدا إلا إنها بتخفف الضغط من عليك تماما وبتخليك ترجع تكمل بحيوية ونشاط، بس في حالة إنهم ما يزيدوش عن 5 دقايق. كل فترة حط قدامك هدف تحققه على المدى الطويل، اكتبه أو ارسم له صورة وخليه قدامك طول الوقت. كل ما تلاقي نفسك كسلان أو بتتكاسل فكر نفسك بيه، وتخيل نفسك وانت سعيد بعد ما توصل للهدف ده. الطريقة دي نجحت مع أكتر من 85% من الأشخاص اللي جربوها تحت إشراف مختصين. خليك على يقين إنك ممكن جدا تفشل في محاولاتك الأولى لتجنب الكسل. فهمك وإدراكك الجيد للحقيقة دي هيجنبك الإحباط لما تحاول وتلاقي نفسك ما زلت بتتكاسل. اعرف إن عمليا العادات المترسخة في الإنسان بتحتاج مش أقل من 21 يوم عشان تتغير ويتخلص منها بشكل نهائي. فلما تلاقي مفيش تغيير من أول كام يوم اعرف إن ده أمر طبيعي، وإن في تغيير هيحصل فعلا بشرط إنك تواظب على المحاولة. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، وما تنساش زيارة موقعنا www.forgadutk.